مايسترو السهرة أحلى. ياسر عدوية. حابة أقول لكم إنه مع مايسترو السهرة أحلى. تحياتي سناء يوسف. مع قناة مايسترو الفن الجميل أحمد العسيلي.
أنا في عزبة الورد، كفر حميد، مركز العياط. طبعا أنا وريت لكم قضية عمرو، ولكن في قضايا تانية كتير، منها في شاب هنا في البلدة توفى من الإهمال. يعني هو ماشي والمطر نزل فكهرب عواميد الكهرباء، فالكهرباء سحبته. يعني كانت تقدر تسحب كتير. النهارده في شاب مات، بكره اطفال كتير وناس كتير تموت بالاهمال. انا يعني قبل ما اتكلم حديثي مع الناس وقبل ما اقول لكم قد ايه الاهمال، انا هوريكم بعينكم الكهرباء غير معزوله، الكاميرا تطلع بينا كده لفوق. يعني دي سلوك الكهرباء، ده وضع يعني انا مش عارفه ازاي في اهمال بالشكل ده. في شخص مات، طيب هنستنى امتى تاني؟ هنستنى كام شخص يموت تاني عشان نقدر نتحرك وعشان خاطر الناس تيجي تشوف قد ايه الاهمال بيوصلنا ان ارواح بتروح؟ يعني انا مش لاقي كلام اقوله غير يا جماعه ارجوكوا صحوا ضميركم شويه. النهارده في شاب عنده 21 سنه توفى، واحنا نروح نسجل مع والدته، اكيد في قمه الحزن عليه طبعا يعني، ولكن احنا هو توفى الله يرحمه، مش عايزين حد تاني يتوفى في البلد، مش عايزين شباب تاني واطفال وارواح تاني تضيع نتيجه الاهمال. قول لي يا حاج، ايه اللي بتعانوا منه هنا تاني غير الكهرباء واهمال الكهرباء؟ نعاني ان احنا قريه مهمله خالص، يعني ما فيش اي حاجه. الميه ما بتجيناش ساعه، ما تجيناش دلوقتي ونفتح الحنفيه مش ووصلات عماله تيجي واحنا ما بندفعش لان ما بتجيناش ميه، وداخلنا هنا على قده زي ما احنا ناس بسيطه، والوقت ما احناش عارفين نولي من الكهرباء. اخر الشهر اللي يجي لازم يدفع، ما تدفعش تنفصل الكهرباء، بندفع الفلوس والوقت هو الكهرباء دي قاعدين زي ما انت شايفه دي، وواحد مات ولا سلوك بتتعمل ولا عمدان بتدهن عشان يعمل عازل ولا اي حاجه خالص. ارواحنا دي رخيصه خالص من اي حاجه، ما احناش عارفين نلاقيها من اي وضع خالص، واحنا قاعدين تحت الجبل دلوقتي ما احناش محسوبين، مش عارف محسوبين على الدوله ولا ايه بالظبط. فعايزين الدولة مسؤولين يشوفونا احنا دلوقتي. الناس اللي قاعده دي ما فيهاش ولا حول ولا قوه ليه، وبتدفع وصلات وبتعمل كل حاجه، بس الوقت هنعمل ايه؟ مش عارفين، انا مش عارفين نسدد ميه ولا نعمل ايه، وما هم متسملين وما هم ماشيين. عندك حق فعلا، احنا مهمشين، ولكن يا ريت في شاب مات، وانا معايا مجموعه من الشباب موجوده هنا، اكيد هو صديق ليهم او صاحب ليهم. تعالوا شباب كده، الشباب اللي هنا اتفضلوا تعالوا. اللي توفى ده كان قريبك؟ ابن اختك؟ ابن اختي. توفى ازاي بقى؟ حضرتك هو جاي من الشغل تمام، والنطره كانت بتنطر، فسند على الحيطه وبيسند على العمود كده، الكهرباء راحت تستحمل. من شده الكهرباء عبط في العمود، فضلت الكهرباء ماسكاه لحد ما فصلوا الكهرباء العموميه، لحد ما وقع. فضلوا لحد ما جم وهو ناشف على العمود. وهو ماسك في العمود، اول ما فصل الكهرباء راح وقع. يعني حضرتك صلحت شايفين المنظر، يعني شفتوا الموتة عامله ازاي؟ الله يرحمه. بص بقى حضرتك اللي حصل، جم يصوروا، جم يشوفوا العمود ايه اللي حصل، طلعوا فوق راح لافين كيس اسود من الارض على العمود كده، عزلوه من الحديد وراحوا ماشيين. بجد؟ والله اوري لحضرتك محليات؟ هم حطوا كيس اسود عليه، كيس اسود من الارض على العمود كده فوق، سابوه مشوا. كيس اسود على العمود، وحطوا اللي مات في كيس اسود، واستنوا لما تحطونا احنا كمان في كيس اسود. يعني انا مش لاقي كلام اقوله غير ان هو حطيته كيس اسود على العمود، هيعزل ايه ده؟ مستنيين ايه تاني؟ مستنيين لما تحطونا احنا كمان في اكياس؟ انت تعرف الشاب اللي توفى؟ نسيبي يعني. انا واخد اخته. هو كان عنده كام سنه؟ هو كان عنده 17 سنه. هو طيب انا عايزه بس اعرف، هو النتيجه كان المطر نزل، الماس الكهربي حصل نتيجه المطر؟ بسبب الكهرباء، بسبب النطر. هو المفروض يا استاذ لما المطر ينزل الكهرباء تفصل. الناس اللي شغاله في الشركه المفروض لما المطر كده ينزل الكهرباء كلها تفصل. ما ينفعش ازاي؟ الكهرباء هنسبق لها. لازم المفروض احنا عندنا انتوا كمكان لازم نبقى عاملين عزل. تعالى اتفضل. تعالى لي هنا. يصلح الكهرباء.
يصلح الكهرباء. لو مش هيفصل الكهرباء ماشي، لو مش هيصلح الكهرباء مش هيفصلوا بالسكينه، يصلحوا العمدان دي والكهرباء اللي هي حل ان انتوا تفصلوا الكهرباء ده مش حل طبعا، لان مفيش حد في الدنيا لما المطر اكيد مش هتفصلوا الكهرباء طول الشتاء، ولكن الحل ان انتوا تنزلوا العواميد والاماكن اللي مش مكسيه ومش متغطيه وما فيهاش عزل، انزلوا اعملوها واعملوا صيانه دوريه على المكان عشان ارواح الناس امانه في ايديكم. اتمنى ان ارواح الناس اللي منهم روح ضاعت، شاب 17 سنه، يا ريت يا ريت يا ريت يا جماعه ارجوكم تنظروا للموضوع ده. والد الراجل ده كفيف، انا خاله اللي توفى. اتفضل. ممكن شويه يا جماعه اللي صور يبعد. انا خاله، ابوه كفيف على الله، ما عندوش الا عيل صغير، ما عندوش كمان، هو اللي كان بيقول ما عندوش حد، هو كفيف ابوه. بص هو عامة هي روح، ايا كان هو اللي توفى، الاعمار بيد الله، هو اللي موجود دلوقتي سواء ابوه كفيف، يعني هو كان السند والسند ربنا عز وجل، لكن هو روح وشاب لسه في بداية عمره ولسه في بداية حياته، وكمان الطرح اللي موجود عند ابوه وامه هو اللي كافل اسرته، ما فيش غيره، وكمان اخ تقريبا صح؟ عيل صغير عنده 7 سنين، يعني ما يعولش اسره ولا يعرف يعمل لهم حاجه، وابوه كفيف بيجي يستند على العواميد بالليل، يعني ممكن عمود يبقى فيه كهرباء يموت التاني، وشباب صغار زي ما حضرتك شايفه، اطفال في البلد هنا. قولوا لي بقى موضوع عمرو وموضوع النمر اللي موجود، بيقولوا في نمر في البلد احنا حضرتك اللي يخصنا احنا ان احنا بنعالج حاجه معينه. لا قول لي بس موضوع النمر بقى اللي موجود دلوقتي، والله دي ناس هل ده خوف؟ في خوف من الموضوع؟ امال ايه يا فندم؟ امال حضرتك شايفه الاطفال الصغيره، يعني ان الكهرباء في كمان موضوع عمرو طبعا مسيطر على الناس احنا ما كناش بنعاني من الحاجه دي ولا نسمع عنها خالص اصلا، ان المشكله ديت كانت خارجه عن نطاق الناس ولا لها فيه، ان كل واحد هنا ليه بيت بيربي اطفال صغيرين وبيعاني عليهم، اللي بيشتغل فاعل بيشيل طوب ويدفع الدم طول النهار عشان يجيب 50 جنيه اكل عياله. انا سمعت من بعض الناس ان انتوا ما بقيتوش تودوا عيالكم المدرسه، خايفين عليهم. احنا خايفين من الموقف اللي حصل بقى، ان احنا كنا انت تتكل زي ما البنوته اماني توفت الله يرحمها، الله يرحمها، فخايفين يا اولاد. انتوا حد فيكم يعرف اماني؟ اكبر منكم؟ اللي ماتت اللي جالها النمر البيت. انا اعرف بيتها. عارفينها؟ البيت. انتوا بتخافوا تطلعوا؟ بتخافوا تطلعوا في الشارع؟ بتخافوا تلعبوا؟ احساس وحش قوي والله يا جماعه، يعني انا مش لاقيه كلام اقوله يعني. بتاع السلك وداخل البيوت كمان موقف اشد من ده، اسوأ كمان، يعني كل واحد عاوز يعيش مثلا يدور عليها وعياله ياكل، فطبعا دي ضروريات خطيره جدا على البيوت، مش هينفع الطريقه دي هي خطر. انا اخدته دلوقتي يا جماعه. احنا رايحين لوالده، هو اسمه ايه اللي توفى؟ اسمه اسلام رمضان عبد الكريم. انا رايحه دلوقتي لوالده اسلام عبد الكريم، اسلام عبد الكريم او اسلام رمضان عبد الكريم. اسلام رمضان عبد الكريم ده الولد اللي توفى. احنا هنروح الله يرحمه الله يرحمه، يعني والده كفيف، بيشتغل فاعل، يعني انا يعني اتمنى من ربنا عز وجل ان احنا هنوريكم قد ايه المعاناه اللي احنا بنعاني بيها، وقد ايه احساس الوجع اللي احنا هنحس بيه. انا جايه بصور الموضوع، وعذرا انا ما كنتش اعرف ان في حادثه هنا او في ولد توفى، لكن انا عرفت بالصدفه، فاصريت ان انا اجي اصور مع والدته ووالده عشان ابين لكم قد ايه الوجع، قد ايه ان احنا فعلا يعني مش عارفه، مش لاقي كلام اقوله، بس يعني والد اسلام اهو. فين والد اسلام؟ فاعل بيشيل طوب على ظهره عشان يصرف على بيته. انت قلت لي كفيف اهو، نظره تعبان. السلام عليكم، ازيك؟ البقاء لله. انا مش لاقي والله كلام اقوله لك يا حاج، بس يعني خليك صابر وربنا كبير عز وجل. صبركم يعني. اسمه ايه؟ محمد اسلام، ده والد اسلام اللي توفى من الكهرباء على العمود، يعني من اهمال المحليات عشان او تربطوا الكهرباء بكيس. يعني انا مش لاقي كلام والله العظيم اقوله. ارواح الناس للدرجات دي احنا ارواحنا رخيصه.
لدرجه دي ارواح الناس ممكن انا بص شد حيلك، كلنا اموات وعند ربنا يعني ربنا كبير، يعني انت هو عند ربنا احسن من وجوده في الدنيا. فربنا قول لي يا حاج انت، انا مش عايزه، مش جايه اتكلم معاك كشو اعلامي والله العظيم ابدا، بس انا جايه عايزه اعرف منك نفسك في ايه عشان تحافظ على اللي فاضل ده، وعشان البلد كمان ما تتوجعش نفس ما انت اتوجعت. انا نفسي في كهرباء توضبوها 100 100 كهرباء بس، كهرباء بس ولا عايز حاجه بس كهرباء بس تتغير. انا عينيا وجعاني يعني باجي بطلع يعني ايام النطر انا ما بديش اطلع من البيت، اجيب ابني ملقح بره، يعني انا خايف اطلع الكهرباء انا التاني. ابني متلقح هنا خدوه وانا خايف اطلع من الميه مش عارف من الكهرباء. مات هناك وما جابوهوش البيت من الجامع للتراب، مكان ما وقع مكان ما طلع. ايوه والله انا مش قادره احمل ابوه، يعني اتكلم قول ايه، لان اكيد منظر الحزن اللي هو فيه واكيد الوجع كلنا فهمناه وكلنا عرفناه، بس مش عايزين حد تاني يحس بيه، مش عايزين اب تاني يحس بيه، مش عايزين هو وهو بيسند على عمود او نظره ضعيف هو كمان يموت. قول لي يا حبيبي انت اخو اسلام؟ انت كريم اخو اسلام؟ نفسك في ايه يا كريم من الحكومه من الناس؟ نفسك في ايه؟ الكهرباء اللي احنا عايشين فيها، الكهرباء اللي احنا عايشين فيها ميه لاقيين الميه مش لاقيين ميه. هو طفل مش عارف يتكلم، بس اللي هو يعني انا مش قادره، يعني مش لاقي كلام اوصفه، مش لاقي كلام اقوله. ربنا يصبركم جميعا. انا عايزه اروح اصور مع والدته. والدته فين؟ يعني شايفين العمود لازق في السور، لازق في البيت. الناس بتقول بتتكهرب من السور، بتتكهرب من الحيطان. معايا احمد بالكاميرا ورينا، يعني الناس بتقول ان العمود بيكهرب الحيطه، والناس وهي ساندة على الحيطه او هي ماشيه بتتكهرب. احنا دلوقتي هنروح لام اسلام الله يرحمه، اكتر وجع، يعني الام اكيد اكتر حد بيتوجع على فراق، لكن ربنا يصبرها ويجعله في ميزان، وربنا كريم، يعني ربنا يجعله في الجنة ومن شباب الجنة. بس أرجوكم والنبي، يعني احنا وصلنا لكم قد ايه التعب وقد ايه دي برضو الكهرباء شايفين عاملة ازاي، كل ده عريان، كل ده عريان، وده البيت مجرد ناس هيدخل فيها خلاص شكرا. يعني كل ده اهمال يا جماعه، والله اهمال. يعني اقول ايه بس، يعني مش عارفه ما اقولش غير ارجوكم بقى وتعالوا. الناس دي احياء، الناس دي بلاد وعايشين، محتاجين ان هم يكونوا يعني ليهم يعني حقية شوية عليها، يبقى في حق شوية. المنظر شايفين القفله هنا هو بسبب المطر وبسبب الاهمال، يعني دخول الكهرباء للبيت غير شرعي وغير مستحق ان الناس بني ادمين هنا. لا هات لي الفيزا كده، هات لي لا ايديكم بس ثواني، شيلوا ايديكم، هات لي كده ماشي. لا اله الا الله، يعني لا دلوقتي لوالدة الله يرحمه. انا دلوقتي في بيت اسلام
وهنسجل مع والدة اسلام. انا بعتذر جدا لكل الموجودين. انا ما اعرفش ان في حالة وفاة عشان انا جيت بلبس ملون او غيره. انا بعتذر للمرة الالف كل الناس. انا كنت جاية على حالة عمرو بسبب النمر وقرية الحيوانات المفترسة اللي مربيها، لكن أنا فوجئت بحالة فصممت إن أنا أجي أصور معاهم. فبعتذر لكم المرة الألف، البقاء لله، وأتمنى أنتوا تسامحوني. يعني بقاء لله يعني أنت فوق راسي 18 سنة. أنت فوق هو ابوه اعمى ما بيشوفش، ما كانش حالته الا هو وبيسند على العمود. هو جاي من الشغل ومات. اسلام عنده 18 سنه، ما عندوش الا كريم صغير ويسند على العمود. مات عشان خاطره وخاطر عيال التانيين وعيالي، ومش انا مش بقول عشان ابني بس. عند ربنا كنت صحتي وكان عيال كل الحاجة. احنا بنتكلم على عيال كل الناس. الحزن اللي انت دقتيه مش عاوزه حد يدوقه. الحزن اللي هي دقته بجد. اسلام مات عنده 18 سنه، بس مش عايزين الوجع يجي تاني. انا مش جايه والله ما جايه اقلب عليكي المواجع، بس انا ما بيشوفش والنبي يا اختي، وهو اللي بيشتغل عليه. مين عاقل ليكم؟ مين عاقل؟ مفيش ده، مفيش ده ليهم. يعني انا اسلام راح، واسلام راح 18 سنه، ومش عاوزه حد يروح زيه تاني. مش عاوزه امي تحرق قلبها زي ما تحرق قلبي تاني. ايوه والنبي يا حبيبي. كلامي هنا بس ان احنا فعلا مش عايزين ام تتوجع تاني زي ما احنا شايفين. يعني ارجوكم اسمعوا، علشان هو معدي في طريقه عادي. احنا شفنا الكهرباء منظرها عامل ازاي. كل دول وحبايب اسلام، كل اللي واقفين حبايب 18 سنه يا اختي، ما حدش الا هو ابوه ما بيشوفش والنعمه يا اختي، والله ما بيشوف. وكان هو اللي بيسحب وياخده وراح. اسلام راح يا اختي. ده اختبار من ربنا عز وجل، واحنا قده. بس احنا نقول لا للاهمال. اختي غصب عننا. ربنا يسامحك. اسلام راح، اسلام راح يا اختي، يا اختي. ونصبر كله على اللي هي فيه. طبعا انا مش جايه، والله انا مش عارفه اتكلم، مش لاقي كلام غير ربنا يصبرهم بجد. بس انا دلوقتي بتكلم اللي توفى الله يرحمه، لكن هم احياء وفي غيرهم احياء كتير. فاتمنى الاهمال ده، ارجوكم بسرعه انزلوا شوفوه عشان عيال الناس التانية وامهات التانية ما تتوجعش نفس الوجع اللي ام اسلام اتوجعت فيه. وكمان انا هتكلم في نقطه مهمه جدا. والده يعني نظره ضعيف، ولده نظره ضعيف، وفي نفس الوقت ما عندهمش دخل. وانا هتكلم مع والده تاني دلوقتي. هو شغال ايه؟ يعني هو شغال على دراعه، يعني ما فيش بيشيل طوب فاعل. يعني هو شغال في محضر معمول يعني حد يعني. بصي يا امي، اسلام راح يا اختي، اسلام راح عند ربنا. اسلام 18 سنه يا اختي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. رضيت ماما، رضيت. الحمد لله عند ربنا. الحمد لله عند ربنا. في الجنه بقى. يا رب، يا رب في الجنه الثانيه. يا رب يخليك. وربنا يجعله في الجنه يا رب ليها سند ورافق ليكي في الجنه باذن الله. ربنا يخليكي. بس احنا مش عايزين حد تاني يتوجع نفس الوجع ده. مش عايزين حد يتحرق تاني زي ما الست زي ما انا اتحرقت في قلبي ولع يا اختي. مش عاوزه حد يدوق من كل دول عيالي يا اختي. ان شاء الله احنا وصلنا لكم الرساله، ويا ريت تكونوا حسيتوا الوجع اللي احنا حسيناه. والله العظيم وجع شديد. جاي من الشغل بيدوم الشغل يا حبيبي، جاي بيدوم الشغل يا حبيبي، والنبي بالسند على العمود راح. بدور عليه لقيته في الجامع ميت، ورحت شفته ميت في الجامع يا اختي. ما دخلش عليا، طلع ما رجعش. قولي كلمه للناس. هقول ايه؟ قولي النداء اللي نفسك. مش عارفه اقول ايه. صلحوا الكهرباء. ايوه صلحوا الكهرباء اللي عماله الكهرباء فينا ديت والنبي، عشان خاطر العيال التاني. وما حدش الوجع اللي انا فيه ما حدش يشوفه. ايوه يا اختي، وحشوا عنا العمود اللي مولعه ديت، ولعت في ليله النطره العمود يا اختي.
العواميد وانت جايين يا اختي، هي اللي ولعت في ابني ومات وتلقح في الارض. الناس مع الكهرباء كده كل كده تبص تلاقي الايه العواميد جت ماس، العيل يمسك الكهرباء لسه شاب برضه بايت بسبب كده. يعني شهرين. يعني احنا عايزين الكهرباء يا حبيبي بره برضه نور. ابن جارتي برضه يا اختي ولعب جسمها برضه. ايوه يا اختي ابن جارتي. ابني تاني في طفل تاني، شاب تاني مات. برضه كبير عريسة محمد سعيد بره محمد سعيد مات يا حبيبي. واطيه دي صورتي منظر ده يبشع الناس، كل الناس خايفه، واحنا بنقدم عزائنا ببرنامج بنحلم نعيش. خايفه على كل دول حبايبي، كل دول حبايب ابني كلهم دول، كل حبايب ابني دول، كل حبايب ابني. والنبي تشيل العواميد ديت وغيره. ومحمد سعيد لسه رايح، لسه والنار ما بردتش، وامه لسه بتزعق التانيه معايا. ربنا كريم، ربنا يصبر الام، ربنا يخليكي معايا. مش قادرة يا والله العظيم، يعني أنا المنظر يوجع ويتعب والله ويحزن. يعني أنا حزينة بمعنى الكلمة. يعني قول لي يا حاج، أنت شغال إيه؟ شغال في العصفور يا حاج. العصفور بتشيل طوب وأنت نظرك ضعيف؟ والله العظيم. بتقدر تشيل؟ بيشتغل ورديتين. أعمل إيه؟ والله بيشتغل ورديتين. كم سنة ده؟ معلش يابا. خلاص. يعني جينا في حاله يا جماعه ما عندوش قوه، عيل صغير مات الله يرحمه عند ربنا. ووجع كمان ان ابوه ملوش غير اخ صغير، وابوه نظره ضعيف وما عندهمش دخل. فريد كمان بقى يعني يا ريت تسمعونا، ويبقى في حد يدخل لهم على الاقل، يبقى ليهم من وزاره التضامن الاجتماعي اي مسانده شهريه للراجل ده، عشان ده شغال على دراعه وابنه الوحيد راح نتيجه اهمال منكم او اهمال من المسؤولين. فريد تكونوا سمعنا لكم من برنامج بنحلم نعيش. احنا بنقدم الحاج اسمك ايه؟ رمضان عبد الكريم والد اسلام الله يرحمه في عزبه الورد مركز كفر حميد مركز العياط. فاتمنى من وزاره التضامن الاجتماعي تعملوا للناس دي شهريه او تعملوا لهم مرتب، لان هم خلاص سندوا في الدنيا ابنه الله يرحمه ومات نتيجه اهمالكم. يعني يا ريت نكون وصلنا لكم رساله. ربنا يقويكوا يا حاجه، ربنا يقويكي يا حبيبتي. شغلنا عليه برنامج بنحلم نعيش، واحنا فعلا بنحلم نعيش، وكان نفسنا اسلام وغيره يعيش، لكن عند ربنا. لكن احنا بنقول لبكره مش عايزين ندوق نار اسلام تاني، ارجوكم. محدش يدوق نار اسلام. كفايه ام محمد وانا، كفايه شيلوا العمود وشيلوا النور وشيلوا اللي عمال يولع فينا وفي عيالنا. ربنا يرحم اسلام ويرحم محمد ويرحم الاموات جميعا. وانا يا ستي والله العظيم يعني انا بعتذر لك من الدنيا كلها. يلا من برنامج بنحلم نعيش، اتمنى ان احنا نكون وصلنا لكم الوجع اللي احنا حاسيناه. شكرا. مع مايسترو السهرة بتحلى. طبعا مع مايسترو السهرة أحلى أكيد. مع مايسترو